اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست احنا هنشتغل ايه. المره دي حلقه مختلفه، احنا مش اتنين على العاده، احنا المره دي 3. فالاول كده نبدا بجوله انترودكشنز، بعدين نقول لكم الفكره جت ازاي. نبدا معلش يا مصطفى، هنبدا بسلمى ايوه. عشان اتفضلي يا سلمى. أنا اسمي سلمى علاء يبقى بابايا. I'm a 16-year-old in high school و I'm still learning about the different jobs in the world. This podcast is very helpful for me. مصطفى ازيك؟ اهلا علاء، ازيك؟ احنا بنفولو بعض على تويتر من زمان. مصطفى ما اكيد يعني انت غني عن التعريف، انت نجم من نجوم التكنولوجي والتويتر. بس ما تيجي نبدا كده بتقول لنا الاول هيستوري عن مصطفى، كان بيعمل ايه زمان، بيعمل ايه دلوقتي، الكارير ماشي عامل ازاي، وبعدين نخش في التفاصيل. تمام. انا متخرج من كمبيوتر ساينس جامعه القاهره 2011. وانا في سنه رابعه جامعه جالي فكره ابلكيشن كنت عايز اعمله، حاجه تسهل حجز الدكاتره اونلاين. فبعد ما اتخرجت through صدفه عجيبه غريبه we got into Flat 6 Labs اللي هي اول ستارت اب اكسلريتور في مصر، ويمكن في الميدل ايست كله اصلا. يعني دي قصه لوحدها. بعد كده يعني اشتغلنا على الشركه دي شويه and ما it didn't work out. عملنا كل الاخطاء الكلاسيكيه بتاعت ناس لسه متخرجه من الجامعه بتعمل ستارت اب. بعد كده رحت اشتغلت في مايكروسوفت. وفي مايكروسوفت انا كنت بشتغل في الديبارتمنت اللي هو الايفانجيليزم، اللي هو الناس اللي بتحاول تقنع الديفلوبرز ان هم يستعملوا المايكروسوفت تكنولوجيز في الديفلوبمنت بتاعهم. بعد كده حوالي سنة I think 2014 سبت مايكروسوفت وقعدت اعمل حاجات كده، وكنت واخد قرار ان انا خلاص يعني هسيب مصر. فقعدت اقدم بره وكده and then بدأت في booking.com، جزء من اللي هو الجراديويت برودكت مانجر بروجرام بتاعهم. ودي اللحظه اللي انا بدات فيها الكارير بتاعي في البرودكت مانجمنت. ومن ساعتها انا يعني في البرودكت مانجمنت اشتغلت في booking.com، اشتغلت في زالاندو في المانيا، واشتغلت برضو في ديليفري هيرو. and currently انا بدات شركتي هي في مجال الفود تك. اللي احنا بنعمله ان احنا بنوصل اكل من الهاي اند ريستورانتس اللي هم مطاعم الفاين دايننج والكلام ده. بنوفر من عندهم ميل كيتس all over Germany. فهو الايديا behind the concept ان اللي هي best of the best، ناس مشهوره جدا، ناس اسامي كبيره، award winners and so on. والجزء الثاني للموضوع ان عشان هي ميل كيتس فاحنا بنقدر نوصلها كل انحاء المانيا، فما فيش جيوغرافيك ريستريكشن للمطعم فين والكاستمر فين. ممكن الكاستمر يبقى في برلين والمطعم في شتوتجارت and we still deliver it يعني. بس فده ال 1 minute. ده الكارير ماشي ازاي؟ طيب احنا اكيد في خلال الدسكشن دي هنيجي الموضوع الفود تك ده ونفهم شويه اكتر. بس خلينا نبدا نشوف سلمى عندها ايه اسئله قبل ما نجامب فيرذر. يلا سلمى اتفضلي. امتى وليه قررت ان انت عايز تخش التك اندستري؟ يعني what was the motivation for it؟ حبيت الكمبيوترز زي اي طفل. لما شاف الكمبيوترز قدامه حسيت اللي هو لا دي حاجه حلوه و حاسس ان انا عايز اشتغل في المجال. عايز اعمل ايه في المجال ما اعرفش بصراحه، يعني ما كنتش عارف انا هعمل ايه في المجال ده. وحتى ما كنتش اعرف ان ان في حاجه اسمها بروجرامينج، وان الناس بتعمل البروجرامز دي عشان الحاجات دي تشتغل وكده. وحتى ما كنتش عارف الكلام ده كله لحد ما دخلت الجامعه. بس اللي انا عرفته ان انا عايز ادرس ازاي الواحد كيف يعمل هذا الشيء، وازاي الواحد ممكن يتحكم فيه بطريقه او باخرى. بس دي اللحظه اللي مصطفى الكلام ده بدري يعني ثانوي ولا قبل كده كمان؟ لا ايوه ممكن اقول ثانوي. لا مش قبل كده. قبل كده الحقيقه مش قبل كده. يعني اعتقد الموضوع قرب اكتر ناحيه الثانوي. كمان انا برضو يمكن دي حاجه خاصه قوي بيا عشان انا عندي جينيتك ديسوردر بيخليني استعمل كرسي متحرك.
فانا ما كنتش اللي هو الطفل اللي بينزل يلعب في الشارع ولا عنده اكتيفيتيز كتير بره البيت وكده. فانا كنت لما الكمبيوترز جت، دي الحاجه اللي خلتني مع الانترنت طبعا. فالميكس ده خلاني كونكتد بالعالم، فده اللي خلاني اقول اوكي دي حاجه حلوه جدا، انا عايزه اعمل زي الناس دي. بس هو ايه ما اعرفش بس اوكي. فده كان بيج بس درايف. انت عمرك كتبت كود يا مصطفى؟ عمرك عملت بروجرامينج، اكشوال بروجرامينج؟ لما دخلت الجامعه، بس قبل الجامعه لا. يعني لما دخلت اه، الجامعه وبعد في الشغل بقى؟ في الشغل انا لحد النهارده لما بحتاج اعمل حاجه بنفسي بعملها. بس انا ما اشتغلتش بنفسي كديفلوبر، يعني انا عمري ما خدت تايتل ديفلوبر واشتغلت كديفلوبر. بس مثلا يعني لحد النهارده لما عاوز سمرايز داتا ولا حاجه بكتب بايثون سكريبت مش عارف يسحب لي داتا اللي بقى سي اس في حاجات زي كده يعني. اوكي. بس building stuff myself اللي هو application end to end وكده لا، ما عملتش كده. اوكي. وبتحس ان هي مرحله مهمه انه حد عايز يشتغل في سكه الابلكيشنز، سواء بقى عايز يشتغل في البيزنس سايد بتاعها او في التكنيكال سايد، انه يكون عدى بيعرف يكتب شويه كود، بيعرف يمشي حاله في الامور دي عشان يبقى متخيل الشغل بيتعمل ازاي؟ بصراحه انا مقتنع انه مقتنع ان حتى انا من الناس اللي شايف بشده ان لو حد حتى هيشتغل كبرودكت مانجر which is البرودكت مانجرز ما بيكتبوش كود بنفسهم، بس لازم يبقوا فاهمين كويس قوي 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 هو الكمبيوترز شغاله ازاي وبتكلم بعض ازاي ويقدروا يدخلوا في نقاشات عميقه مع الانجينيرز في التكنيكال تريد اوفس وكده. لان اذروايز بيبقى يعني ما اعرفش، بحس الشغل ما بيمشيش لو او بيمشي ابطا لو الشخص مش فاهم كويس قوي الحاجات دي بتشتغل ازاي. اوكي. طيب انت جبت سيره البرودكت مانجمنت مرتين ثلاثه اربعه. الاول انت عندك عمرك فكرت في ترجمه ادق يعني من مدير منتج لموضوع برودكت مانجر ده؟ الحقيقه لا بما اننا يعني يعني اوكي. يعني انا فكرت فيها كتير وساعات الواحد بيحب يبسط المفاهيم وكده، او حتى يعني اقول لك انا لحد النهارده انا لو حد سالني انت بتشتغل ايه بالذات وانا في مصر مثلا بقول لهم بشتغل مبرمج. اوكي. يعني اصل اشرحها ازاي، ما ببقاش عارف اشرحها ازاي يعني ما اعرفش لو انا في اوكي. المطار طب مثلا. هو بقى البرودكت مانجر ده بيعمل ايه؟ احكي لنا كده الرحله ده، المفروض الراجل ده او الواحده او الواحد دول يكونوا بيعملوا ايه في دنيتهم؟ آم، الشخص اللي بيشتغل برودكت مانجر هو الشخص اللي بيبقى آه، يعني حلقة الوصل ما بين البيزنس، ما بين اليوزرز، وما بين التك تيم. فده الشخص اللي بيحاول انا عندي ابلكيشن او عندي ويب سايت او عندي ايا كان. الشخص ده مهمته او مهمتها انهم يعرفوا اليوزرز محتاجين ايه عشان يستعملوا الابلكيشن ده او عشان يبقوا سكسسفل في استخدامه. ويترجم الكلام ده ازاي ده هيأثر على البيزنس بتاعنا بطريقه ايجابيه، الاحتياجات اللي اليوزرز عايزينها دي. والجزء الثالث بقى ازاي ينفذ الكلام ده مع التيك تيم اللي هو بيتمثل في مش بس ديفلوبرز بس برضو الديزاينرز، الكوبي رايترز في بعض الحالات، على حسب الناس اللي انفولد في التيك اللي بيتبني. اوكي. وهو الشخص ده المفروض يبقى، انت بتحس يعني بعد ما شفت الناس البرودكت مانجرز المختلفين وانت اشتغلت شويه شغلانات قبلها، بتحس الناس اللي جايه من انهي باك جراوندز بتبقى انجح في شغلانه البرودكت مانجر؟ السؤال ده حلو الحقيقه. انا لما دخلت اشتغلت في بوكينج دوت كوم ودي كانت اول وظيفه ليا كبرودكت مانجر. اتفاجئت بكميه الباك جراوندز اللي جوه. يعني كان معانا ناس انجينيرز قلبوا برودكت مانجرز، كان معانا ناس جايين من ماركتنج باك جراوند بيور ماركتنج دارسين اللي هم الجماعه بتوع يسموه ايه 4 امز، انا مش فاكر ايه يسموها ايه ولا الفور ديز ما علينا. يعني المهم الجماعه اللي هم درسوا ماركتنج يعني. في ناس كانت جايه من باك جراوند كاستمر سيرفيس، يعني كان معانا حد ناجح جدا كان بادئ كاستمر سيرفيس ايجنت اند ذن هو قلب برودكت مانجمنت. فهو الحقيقه ما فيش باك جراوند محدده بتخلي الشخص يتحول لبرودكت مانجر. طبعا الموست كومن واكثر الناس بيبقوا ديفلوبرز وبيقلبوا برودكت مانجرز. بس لا، المجال فيه دايفرسيتي عاليه جدا من حيث الباك جراوندز.
لان في النهايه at the end of the day المتطلبات بتاعه الوظيفه الجزء التكنيكال هو جزء من الموضوع، بس هو مش على حسب طبعا الشخص شغال على ايه. يعني لو حد شغال على سيلف درايفنج كارز اكيد محتاج يبقى قوي جدا تكنيكلي، بس لو حد شغال على ابلكيشن ناس بتحجز من عليه اوتيلات مش محتاج مش محتاج يبقى ديفلوبر شاطر يعني. اوكي، طب ما تيجي نشوف سلمى كده ايه انطباعاتها سو فار عن موضوع البرودكت مانجر ده، ونفهم شويه اسئله زياده من عندها. هو ال product manager is he in contact مع clients ومع ال tech team يعني كلهم كده في نفس الوقت؟ بالظبط. هو الموضوع بيحصل عن طريق ان يعني الكونتاكت مع الكلاينتس بيحصل عن طريق حاجتين، عن طريق الداتا، ان هو بيبص على الداتا بتاعت يعني مثلا احنا دلوقتي الابلكيشن اللي بنستعمله عشان نسجل البودكاست ده هو عمال يسجل داتا السيشن الواحده بتقعد قد ايه، فيها اون افريج كام شخص، الابلكيشن كراش ده كذا مره. هم في داتا بتتسجل، او حتى لو يعني خلينا ناخد انا كنت عايز اسالك السؤال ده، ايه يور فيفورت ابلكيشن، ايه اكتر حاجه بتستعمليها؟ يوتيوب، انستغرام كده. اوكي يوتيوب حلو. انت كل مره بتفتحي يوتيوب هو بيجمع داتا عن انت بتعملي ايه. هو بيسجل مش بس الفيديوهات اللي انت شفتيها، هو كمان بيسجل الفيديوهات اللي ظهرت لك وانت ما دوستيش عليها، عشان يعرف ان دي حاجه انت ما عجبتكيش، او الصوره ما عجبتكيش. هو ما يعرفش الفيديو، انت ما فتحتيش الفيديو، بس هو بيفترض ان اوكي الثامبنيل دي مش حلوه فلان الناس ما داستش عليها. بيشوف انت لوجد ان ولا لا، بيشوف انت بتعملي سكيب لانهي اعلانات وانهي اعلانات بتتفرجي عليها للاخر. هم طول ما انت بتعملي انتراكشن، طبعا انت مش لوحدك، في زيك مليارات بيفتحوا يوتيوب كل يوم وبيعملوا نفس اللي انت بتعمليه، فهم بيجمعوا داتا كتير قوي عن الحاجات دي. وبعد كده في بقى يعني وظيفه اسمها اناليست بجانب البرودكت مانجر، بيبصوا على الداتا دي، بيبقى عندهم داشبوردز بيبصوا كل يوم ويشوفوا. فممكن مثلا يقول لك ايه، احنا شايفين ناس كتير بتسيرش على حاجه معينه مثلا، او يبقوا شايفين ان في فيديو فجاه ناس كتير عماله تعمل عليه ديسلايك 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 ديسلايك، فايه اللي بيحصل هنا. فالديتا اللي هم بيجمعوها دي هي اللي بتعرفهم. ده ممكن تقول عليه التواصل مع الكلاينتس، ده الحاجه اللي هم بيعرفوا بيها اليوزرز دول بيعملوا ايه. الجزء الثاني للموضوع بيبقى كواليتيتيف، ان هم مثلا بيبقى عندهم فيتشرز جديده او عايزين يجربوا كونسبت جديد او كده، هم بقى فعلا بيتواصلوا مع ناس. عشان كده ساعات وانت بتستعملي مثلا يوتيوب ساعات بيطلع لك سيرفيز يقول لك هو الريكومنديشن دي حلوه صح، فانت بتروحي مديها 1 to 5 مش كده، ساعات بيطلع لك جوه الفيد كده فجاه. يعني هي دي طريقه ان هم عايزين يعرفوا بيها اوكي احنا غيرنا حاجه في الريكومنديشن الجوريزم ومش عارفين الريكومنديشنز الجديده دي حلوه ولا وحشه. فهو بيسالك اوكي طب هو اللي انا عملته لك ده حلو، فبيزد على الفيدباك اللي بيجي من الناس ده بيقدروا يعرفوا اوكي ده فعلا الناس قالت ان دي حاجه حلوه او قالت انها حاجه وحشه. طبعا طريقه تانية مش شرط كلها تبقى سيرفيز. احد الطرق ان لو هم مثلا عندهم فيتشر جديده او حاجه كونسبت جديد خالص بيجربوه، هم حرفيا بينفايتوا ناس للمكتب، بينفايت بيبل للمكتب وبيدوهم الاب الفيرجن اللي لسه ما طلعش ويصوروهم وهم بيجربوه ويسالوهم اسئله، طب حاول تعمل كذا. طبعا هو يوتيوب مش ابلكيشن فانكشنال قوي، بس ممكن تتصوري ان حاجه زي بوكينج دوت كوم مثلا، احنا كنا بنجيب الناس ونقعدهم في اوضه، وساعات حتى ما بنقول لهمش ان احنا بوكينج دوت كوم، نقول لهم ان احنا شركه مجال ترافل، ونديهم عشان برضو ما يبقوش مكسوفين يقولوا لنا ان احنا بنعك. فنروح نديهم الابلكيشن ونقول له اوكي حاول تحجز اوضه لشخصين ومعاهم طفل. نديهم شويه كرايتير او نسالهم طبعا الاول انت لما بتسافر بتعمل ايه اهم حاجه بالنسبه لك، بعدين نقول له اوكي حاول تلاقي فندق بالكرايتيريا دي ونتفرج. وده بيريفيل بقى بيبين قوي ازاي الناس بتستعمل الحاجه، وبيثبت برضو قد ايه اعتقاداتنا غلط عن حاجات كتير. فدي يعني طرق التواصل. في جزء كوانتيتيف بالارقام، اخش اشوف كل يوم على الداشبورد عندي ايه اللي حصل النهارده، الناس بتستك فين مش بتكمل، ايه الترندز اللي عماله تحصل، الكلام ده كله. وفي جزء كواليتيتيف وده بيجي بقى عن طريق سيرفيز، هو اللي انا ده عجبك ولا لا، او ان انا
ادعوكي للمكتب واوريكي فيرجن جديد، او حتى نفس الفيرجن الحالي واقول لك اوكي حاولي تعملي التاسك الفلانيه، واسجل الكلام ده، ومن الملاحظات دي اطلع باكشنز جديده. انت قلت حاجتين مهمين يا مصطفى. قلت البرودكت مانجر والاكشنز المختلفه اللي هو بيحاول يعملها عشان يفهم الزباين بتوعه ويفهمهم اكتر، وقلت ان هو بيتعامل مع حبه ناس كتير. فانا عايز اشوف، قول لي كده، انا كبرودكت مانجر مثلا بتعامل مع مين جوه الشركه بشكل رئيسي؟ يعني مين الناس اللي انا داي تو داي معتمد عليهم عشان اقدر اعمل شغلي احسن؟ ده سؤال حلو قوي. هو طبعا الموضوع بيختلف من شركه لشركه، حسب حجم الشركه وحسب ثقافه الشركه. لان في شركات يعني الناس اللي فوق هم اللي بيقرروا كل حاجه، في شركات فيها حريه اكتر، في شركات كبيره قوي فانت ماسك حته صغيره قوي من السيستم كله. في هو غرضي من السؤال ان احنا بالمره نفهم الناس. مثلا انت قلت في النص اناليست، حلو جدا. هو الاناليست ده بيعمل لك ايه؟ يعني الراجل ده قاعد بس بيعمل لك شويه اكسل شيتس بديتا، ولا عنده حاجه تانية المفروض يقدمها؟ لا ده يعني ما انا هاجي لك فهي بتعتمد على حسب الشركه وحجمها والثقافه اللي جوه. لكن يعني في العموم طبعا اكتر حد البرودكت مانجر بيتعامل معاه هو التيك تيم اللي هو شغال معاه، لان دول الناس اللي في الاخر بيبنوا الفيتشرز الجديده، وهم دول اللي لازم يقنعهم بان دي الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، لان في النهايه هو مش بيبقى مديرهم، يعني ملوش اوثوريتي عليهم، فلازم يبقى وملوش اوثوريتي على اي حد. الحقيقه البرودكت مانجرز they manage يعني مش باي اوثوريتي، هو لازم يقنع الناس كلها. اوكي. فالتيك تيم ده اكتر حد هو وهي بيتعاملوا معاه. طبعا البيزنس نفسه وتعريف البيزنس بيختلف برضو من بيزنس لاخر. يعني لو انا مثلا برودكت مانجر في ماسك سيستم ديليفري، فغالبا الناس اللي هتعامل معاهم جوه الشركه هيبقوا بتوع الاوبريشنز او اللوجيستكس. لو انا في يوتيوب مثلا وفي تيم الريكومنديشنز، فانا غالبا بتعامل مع الداتا ساينتست او الناس اللي هي البيزنس بتاعها انها تعلي مثلا رقم معين او تقلل رقم معين، لان مش شرط التعليه، ممكن يكون مثلا عايزين يقللوا الكومنتس، قليله الادب مثلا، يعني ده برضو احد اهدافهم، رايت؟ ف فتعريف البيزنس بيختلف من شركه للتانيه، وعلى حسب انت ماسك انهي جزء او انت ماسكه انهي جزء من البرودكت. و طبعا الجزء الثالث هو الكاستمرز، ده اللي احنا لسه قايلينه. اوكي. دول الستيك هولدرز اللي بيبقوا جوه الشركه عادة. ستيك هولدر. فهمت من كلامك انه كل ما السوليوشن كبر، يعني يوتيوب، بوكينج دوت كوم، كل ما احنا عندنا برودكت مانجر ماسكين حتت، يعني صح؟ مظبوط كده. يعني انا مثلا النهارده لو خدنا ابلكيشن، خلينا ناخد حاجه ابسط شويه، مثلا اوبر. مش ابسط يعني، مش قصدي ان خلينا اوبر ابسط، نكمل في ولكن يوتيوب. على فكره السهل. حلو، فماشي خلينا نكمل سهل يوتيوب. انك تقسمه يعني. انا مثلا هبقى برودكت مانجر شغال على ريكومنديشن للفيديوهات، ولا دي حاجه كبيره قوي دي متقسمه هي كمان؟ يعني قول لنا كده الناس بتقسم الشغلانه دي ازاي؟ انا صراحه ما اعرفش هم مقسمين ازاي، لكن ممكن اتوقع يعني ان هم اكيد دي متقسمه. هقول لك ليه متقسمه. لان اولا في الريكومنديشنز اللي تجي لك لما تفتح الاب نفسه. انا لسه فاتح الاب، اوكي. فده فيد، صح؟ طيب انت صح. قعدت تقلب ورحت دايس على فيديو وبدات تكمل الفيديو ده، يعني مش اللي هو ما شفتش اول 10 ثواني وقفلت، لا ده انت عمال تتفرج. ففي بقى كده جزء تاني، انا عايز اجيب لك ريكومنديشنز بيزد على الفيديو اللي انت لسه شايفه. دي مشكله تانية، يعني دي مشكله مختلفه عن واحد لسه فاتح مشكله الاب ستيل، هيحلها واحد تاني صح؟ يعني. لان اوكي. لان هي اه. ستيل ريكومنديشنز لو فكرت فيها، بس هي مش نفس اه. الريكومنديشنز بتاعت واحد لسه فاتح الاب، صح؟ الانبوتس بتاعتها مختلفه، صح؟ انا هو عايز ياخد بقى البريفرنسز بتاعتي بعد التجربه الاولانيه ويديني بالظبط واحده كمان. بالظبط. اوكي. وطبعا هو اوكي. الماستر في الموضوع ده هو، انا شايف يعني دي وجهه نظري طبعا، مش بقول ان حد احسن من حد، بس انا وجهه نظري ان تيك توك هو المعلم في القصه دي. اوكي. انا بشوفك كتير فعلا بتشكر في الالجوريثم بتاع تيك توك على تويتر. انت بتحس ان في ايه مختلف يعني بيعملوه هناك، عشان نحاول برضو منها نفهم لما بتبقى الفانكشن بتاعت البرودكت مانجمنت دي في شركه متميزه ممكن تعمل فيها ايه، وفي شركه تانية لا الفانكشن دي تعبانه ممكن تعمل فيها ايه؟ بص، هو انا بحس بعيدا عن تيك توك او يوتيوب، لان دي شركات كلها ناجحه،
بس انا لما ببص على ابلكيشن جديد او سيرفيس او اي حاجه بجربها، آه، بحس ان اللي بيفرق الحاجه اللي بحس ان فيها فعلا برودكت كلتشر قويه او برودكت مانجمنت ستراكشر، او ناس مركزه فعلا على البرودكت، بحس ان العامل الاكبر بالنسبه لي هو الاهتمام بالتفاصيل. هل هم خدوا بالهم من اوكي التفصيله دي؟ يعني وانا لما بستعمل اي ابلكيشن بقعد يعني بتامل. انا مش من الناس اللي هي بتخش عايز تعمل حاجه وتخرج. انا اللي هو بخش كده بفتح اقعد ابص كده وباخد كميه سكرين شوتس عشان اسيفت لنفسي عشان اوريها بعد كده لناس تانية وكده. الاهتمام بالتفاصيل، لان يعني مثلا لسه من فتره كده كنت بريفلكت ان دلوقتي مثلا لو انت بتستعمل او انت سام بتستعملي تيك توك. اه اوكي، فمثلا على تيك توك انت عندك طريقتين ممكن تعملي بيها لايك للفيديو. ممكن تعملي لايك وممكن تعملي بوك مارك، صح؟ أمم. هم ليه عاملين طريقتين يعني؟ او ممكن انت تقولي لو تفتكري ليه عاملين طريقتين. عشان to عشان او على الاقل انت بتستخدميهم ازاي يا سلمى؟ يعني انت امتى بتعملي لايك وامتى بتعملي بوك مارك؟ انا بعمل like when there's something funny when there's something عجباني but بعمل bookmark when I want to come back to it. اوكي مثلا شو فشوف دول الطريقتين مختلفتين لازاي الشخص مهتم بالفيديو، اوكي صح؟ يعني ده الاهتمام اه بالتفاصيل. ان اوكي ده في ناس ده زي ما انت قلتي اتس فاني فاعمل لايك. لا ده انا عايز اسيف الطبخه دي عشان ارجع اعملها بعد كده، اوكي او وات ايفر توبيك يعني. ف ف فدول دي طريقه، دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا برضو من وجهه نظري ان هي اللايكس بابليك، صح؟ اه والبوك ماركس برايفت. yeah هم ستيل عايزين يعرفوا انت الفيديو عجبك ولا لا، او انت الفيديو عجبك ولا لا. هم عايزين يلاقوا طريقه. لو كل حاجه باللايك، انت ممكن فيديوهات تعجبك مش هتعملي عليها لايك. عشان مش عايزه حد يشوف اللايك اللي انت عملته مثلا. بالظبط. اوكي اه ف... اوكي فدي طريقه تانية ياخدوا بيها سيجنال هل الفيديو ده كويس ولا لا، عجب سلمى ولا لا، ان هي عملت له بوك مارك لان البوك مارك برايفت. فهو الاهتمام بالتفاصيل هو اللي بيبين قوي الناس دي مركزه وعارفه هي بتعمل ايه ولا لا. يعني هو ده بالنسبه لي اكبر كرايتيريا. عشان كده انا بستعمل الحاجات ببطء جدا، باخد بالي قوي. اوكي يعني بكويستشن كل حاجه ليه عملوا كده، طب لو انا مكانهم هعمل ايه، طب هم عاملينها ليه، ايه المترك او الرقم او الحاجه اللي بيحاولوا يوصلوا لها بالطريقه دي. بس فالتفاصيل انا يعني بحب التفاصيل. اوكي اوكي طيب بس اللي تحسه من كلامك كده يا مصطفى انه الموضوع بعد شويه من الكارير في البرودكت مانجمنت بيقلب تخصص جامد. يعني مثلا البرودكت مانجر اللي شغال على فود تك غير الراجل اللي شغال على ترافل زي بوكينج مثلا، غير بقى الناس اللي بتشتغل في يوتيوب وتيك توك وانستجرام. الموضوع بقى قلب كمان تخصص اكبر في جوه قلب الكارير بتاع البرودكت مانجمنت. ده حقيقي جدا، ودي من اكبر ال انا نفسي حصلت لي ان انا جات لي فتره كنت مزنوق قوي في حاجه معينه وحسيت ان انا مش عارف اخرج منها. لان اوكي ده حقيقي يعني، لان زي ما انت قلت لو مثلا حد بقاله فتره شغال في الفود تك، لو حب مثلا بالذات كل ما بيكبر في الكارير طبعا كل ما الواحد بيكون لسه بدري عادي ممكن يقلب من حاجه للتانيه. بس بس المشكله ان كل ما بيكبر في الكارير زي ما انت قلت بيبقى الشخص خلاص ده بتاع الفود، ده بتاع الترافل، ده بتاع الماشين ليرنينج والريكومنديشن سيستمز. ف وده يعني هو حلو ووحش. في ناس بتحبه طبعا لان ساعتها انا بقيت اقوى وعارف اكتر، انا فاهم كويس قوي البيزنس ده ايه الدرايفرز بتاعته، ايه اللي بيخليه ناجح، ايه اللي بيخليه يفشل، ايه الاختراعات الجديده اللي بتحصل فيه، الكلام ده كله. فده الجانب الايجابي للموضوع. بس الجانب السلبي ان هو بيخليك لو انت عايز تغير لنوع معين او انت عندك فضول لحاجه جديده او الموضوع بيبقى صعب. يعني انا مثلا جات لي فتره اشتغلت على الديفلوبر تولز، ازاي الديفلوبرز تعمل ديبلويمنت حاجه اسمها continuous integration. مش عايزين نخش في تفاصيل ممله، بس اشتغلت في حاجه يعني سيستمز الديفلوبرز بيستعملوها. بعدها كنت عايز اقلب لحاجه لا حاجه يوزرز بيستعملوها، يعني حاجه زي
زي الابلكيشنز الكتير اللي على موبايلاتنا دي. اوكي كان صعب جدا. ليه؟ لان الناس شايفاني اللي بيعمل حاجات للديفلوبرز. يعني ما حدش شايفني ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده وانجح فيها، او ان انا ابقى مناسب للشغلانه دي يعني. وانا متفهم ده، لان برضو انا دلوقتي عندي شركه وبعين ناس، فانا متفهم برضو ليه دايما احسن لك واسهل لك انك تجيب حد من المجال عن انك تجيب حد لسه يعني ما عندوش نفس الخبره. مع كلهم برودكت مانجرز، بس اللي شغال على ريكومنديشن الجوريزم غير اللي شغال على فلترز للفيديو على تيك توك مثلا. بيبقى في دايما كام سؤال كده بحسهم مهتم اعرف اجابتهم. هديك الاولاني منهم، وفي اتنين بنعملهم دايما في الاخر. اوكي. بس بما انك جبت سيره الموضوع ده، انت بتحس انه الشخص المفروض اللي متخرج النهارده من الجامعه يسعى بسرعه انه يتحول الى سبيشالست في حاجه معينه، ولا يفضل جنراليست على قد ما ربنا يقدره؟ هو الموضه دلوقتي ان الناس تتكلم عن ما يسمى بالتي شيب. ان اللي ايه معلش؟ التي شيب، اه حرف تي التي. شيب. اه اوكي ان الشخص لازم يبقى عنده حاجات كتير قوي هو عارفها، اوكي بس هو متخصص او دايس قوي في حاجه واحده يعني. اوكي سبيشالست يعني يعني سبيشالست، بس بمعرفه عامه اوسع كبيره شويه. واسعه جدا اه عن حاجات تانية كتير. اوكي حلو. ده اللي الناس بتتكلم فيه دلوقتي. بس ده being said، انا برضو ايه يعني انا شايف ان نو بريشر في النهايه. يعني الناس بتجرب حاجات مختلفه. يعني في ناس بتجرب حاجات مختلفه لحد ما توصل للحاجه اللي هم هي دي فعلا اللي انا عايز اعملها. وفي ناس من الاول لا، انا هبتدي ديفلوبر وعايز افضل ديفلوبر وبيكمل حياته كلها كده. والدنيا بتمشي يعني. فانا الحياه فيها الاثنين، ومفيش حاجه احسن من الثانيه، او مفيش حاجه كده. هي بتعتمد في الاخر على الشخص وعلى الظروف اللي اتحط فيها يعني. هم دول العوامل اللي بتساعد ان الشخص في الاخر يبقى يا اما شخص جنراليست وعارف حاجات كتير وكده، او ان الشخص لا سبيشاليست ودايس قوي في حاجه معينه. يعني انا مثلا انت بتعين مين اكتر يا مصطفى؟ حسب البوزيشن. يعني انا مثلا لو بعين مثلا حد عشان يبقى ديفلوبر، انا افضل ان الشخص يبقى ديفلوبر، يعني مركز في الديفلوبمنت وما سبيشالست يعني. اوكي سبيشاليست بالظبط. لو بعين مثلا حد هيبقى بروجكت مانجر مثلا عشان هيشتغل مع كذا ديبارتمنت، في الحاله دي افضل حد جنراليست، لانه هيقدر يتكلم مع بتاع اللوجيستكس بلغه اللوجيستكس، هيتكلم مع بتاع التك بلغه التك، وهيتكلم مع بتاع الماركتنج بلغه الماركتنج، رايت؟ اوكي طيب، ما تيجي نرجعك شويه هيستوري كده ونسيبك لسلمى تسالك شويه عن الجامعه. هو الجامعة، انت رحت الجامعة، ف what did it give you? What do you feel like it didn't give you? وممكن تكون يعني what did you benefit from it? سؤال حلو قوي. هي الجامعه اللي اديتهولي اولها انها فهمتني المجال من الناحيه طبعا التقنيه. يعني هي حاجه بتركز، انا درست كمبيوتر ساينس، فانا اتعلمت الكمبيوترز شغاله ازاي. فالكمبيوتر بتشتغل كده. يعني ايه برمجه، يعني ايه لغات برمجه، يعني ايه انترنت، يعني ايه نتورك، يعني ايه كل المفاهيم الاساسيه اللي تخلي الواحد يفهم الكمبيوتر شغاله ازاي يتحكم فيها، الانبوتس الاوتبوتس وكل الكلام ده. دي الحاجه اللي الجامعه اديتها لي. هل انا حبيتها ولا لا؟ ممكن اقول ان انا في النص. انا ما كنتش طالب شاطر قوي، وما كنتش طالب فاشل، بس انا يعني عادي متخرج بجيد، مش اللي هو يعني مش الشخص اللي كان شاطر قوي او كده يعني. بس اوفر انا كنت بحب حاجات وما بحبش حاجات زي اي حد يعني. انا كنت بحب البروجرامينج بس ما بحبش النتورك. النتوركس مش عارف ايه كده يعني. كل واحد ايه ليه حاجات بيحبها، حاجات ما بيحبهاش. الحاجه اللي ما اديتهاليش، انا كان عندي هوس بالستارت ابس وبيلدينج ماي اون ثينج. لان انا كنت بقعد اشوف بقى ايه. ما اعرفش، اي ثينك ان انا ايرلي اون، وبالذات بسبب تويتر اتعرفت بقى على الناس اللي بره اللي عماله تبني حاجات. والواحد، وطبعا وانا صغير كان عندي هوس ببيل جيتس، دي قصه تانية. بس هو الواحد كان دايما بيشوف الناس دي وبيبقى اللي هو ايه ده، انا عايز اعمل زي الناس دي بالظبط.
بس الواحد ما بيبقاش عارف الطريق بتاع دي، حاجه زي دي بتتعمل ازاي يعني. ودي الحاجه اللي الجامعه اللي انا دخلتها يعني جامعه القاهره ما بتديهاش للطلبه. ودي يمكن الحاجه اللي انا برضو يعني لما برضو لو تابعتي بره وكده هتلاقي مثلا ستانفورد بتروح تجيب بقى بس طبعا عشان هي ستانفورد هم اصلا في قلب السيليكون فالي، فكل الناس دي حواليهم، ونسبه كبيره من الناس اللي عامله حاجات احنا بنستعملها اصلا خارجين ستانفورد. بس بتلاقي ان مثلا حتى على يوتيوب هم زي ببلش المحاضرات بتاعتهم، فعادي جدا ان يبقى مثلا واحده من المحاضرات الفاوندر بتاع باي بال جاي يتكلم النهارده عشان يعرف الطلبه. يعني الناس دي within reach، يعني ده في اخر الشارع. لو عندك فاوندر بتاع باي بال، الفاوندر بتاع لينكد ان، الفاوندر بتاع ما اعرفش ايه، كل الناس دي متاحه. وهم اعتقد ان هم عندهم بيقدروا احسن يربطوا ما بين الجزء الاكاديمي والدراسي والجزء اللي هو ازاي الشخص يعمل شركه ناجحه او يعمل بيزنس ناجح والكلام ده كله. احنا في مصر لسه ما عندناش القدرات دي، فدي كانت الحاجه اللي انا كنت مفتقدها. طب وبعد ما انت دلوقتي عايش في المانيا صح مصطفى؟ اه بعد ما بتشوف خريجين من قلب الجامعات في المانيا وفي اوروبا بشكل عام، يعني شايف ايه؟ يعني لو قارنت ادي مصر، مش قصدي ان احنا نحطهم في مقارنه، ولكن انت شايف الاكسبيرينس اللي بياخدها الطلبه في جامعه في يوروب، بما انك يعني جبت سيره ستانفورد وان هي في اخر الشارع جنب الناس اللي بانت ثلاث ارباع الحاجات اللي احنا بنستخدمها. طب الناس اللي في يوروب اللي هم مش ما عندهمش تراك ريكورد قوي بتاع بنى حاجات، ولكن الجامعات برضو عندها ريبيوتيشن ممتازه، في جامعات كتير في يوروب عندها ريبيوتيشن ممتازه، ده حقيقي. شايفهم عاملين ازاي اللي طالعين من هناك؟ ده حقيقي. هو انا بشوف ان طبعا كل حاجه نسبيه صح. ف ف هو اوروبا ما فيهاش فعلا الشركات العملاقه زي اللي في امريكا، بس هو ما زال كسوق يعتبر ايه سوفيستيكيتد اكتر بكتير من السوق الايه المصري او الشرق الاوسط عموما، مش بس مش يعني مش مصر تحديدا. انا شايف دي مشكله، وافريقيا يعني كل ما بتطلع فوق او تتجه غربا الاسواق بتزداد تعقيدا وبتزداد ثراء وكل العوامل اللي احنا عارفينها دي. في اوروبا هو طبعا برضو كله بيعتمد على الجامعه وكل الكلام ده، لكن اللي انا بشوفه بالذات الجامعات القويه ان الطلبه بتوعهم بيتاح ليهم برضو فرص كتير قوي. لان مثلا نظام التعليم هنا في جامعات كتير قوي ان عشان الطالب يتخرج لازم ياخد انترنشيب في شركه. ففي شركات كتير بتقدم انترنشيبس للطلبه لان لازم يتخرج، يعني عشان يتخرج مش هياخد شهاده تخرج من غير ما يكون راح يشتغل في شركه 6 شهور مثلا. فدي الحاجه الثانيه ان طبعا ستيل في شركات عملاقه في اوروبا ومش بنفس عدد امريكا، بس ستيل هم موجودين وكده. فطبعا هم برضو عندهم القدره على انهم يربطوا الحاجات دي، ان ان الطلبه دي تروح تبص على الشركات دي بتشتغل ازاي، او ان المؤسسين دول يروحوا الجامعه دي يدوا محاضره. فهي الربط دايما ما بين ده وده يعني. اوكي. لو جري بيك الزمن النهارده يا مصطفى ورجع تاني في الاول في الجامعه، وتبقى عارف ومتاكد انك بعد 10 سنين هتبقى شغال برودكت مانجر، تعمل ايه مختلف في الاول؟ يعني لو النهارده واحد سمعنا وقال لك يا نهار ابيض انا موضوع البرودكت مانجر ده هو ده انا، وانا لسه في الجامعه النهارده، اجري اعمل ايه دلوقتي حالا عشان ابقى برودكت مانجر شاطر كمان 10 سنين؟ السؤال ده حلو الحقيقه. يعني لما انا فكرت في الموضوع ده كذا مره، مش هقول يعني الاجابه القصيره ما كنتش هغير حاجه كبيره قوي. لكن يمكن الحاجه اللي انا ممكن اغيرها ان انا ضيعت وقت على ما عرفت اوصل للناس الصح اللي ممكن تقول لي اعمل ايه. هم مين الناس دول؟ يعني انا الاقيهم فين؟ أنا لو انا النهارده زي سلمى كده قدامي سنتين واخش الجامعه، انا هلاقي فين الناس دي؟ انت بقى البركه فيك يا علاء. لا اعتقد ان هي الصراحه انا بالنسبه لي مثلا ممكن يبدو الموضوع سطحي ان انا اقول كده، بس ده فعلا فرق معايا جدا. لما اكتشفت تويتر وعرفت ابني النتورك بتاعتي الصح عليه، والناس اللي انا اعمل لها فولو. لان انا كنت طالب عادي في جامعه القاهره، ما اعرفش حد وما اعرفش حاجه وما فيش حواليا امثله كتير. يعني احنا مصر احنا
عندنا الجيل الاولاني لينك واي تي وركس والشركات دي. بعدين بعدها يمكن 10 15 سنه بدا يظهر الجيل الثاني اللي هي الستارت ابس الكتير اللي احنا شايفينها دلوقتي، صح؟ بس قبل كده ما في الفتره دي كان في برضه فجوه، وكان خلاص هو كل حد بيدرس حاسبات او كده حلمه يشتغل في لينك اي تي وركس مظبوط. مايكروسوفت مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فانا الحقيقه اللي ودي برضو كانت احد مشاكلي مع الصراحه السوق المصري، ان انا مش عايز اشتغل في بيزنس ان انا اعمل سوفت وير لناس تانية، اوكي لان ده كان السوق المصري ساعتها، يعني ما كانش فيه ولا ابلكيشن مصري تقريبا باستثناء اطلب مثلا ولا حاجه، بس ما كانش فيه، يعني الدنيا كانت صحراء خالص، صح وكان اي حد شغال في التك صح بيروح يشتغل عشان يبني في الاخر ويب سايتس للحكومات، صح؟ ده شغال مع حكومه اوكي السعوديه، وده شغال مع حكومه مصر، وده يعني ده السوفت ويرز اللي الناس بتعملها في الوقت ده. انا مش عايز اعمل كده بصراحه، يعني لانه مش بيحمسني، بحس ان هو اوكي انت عندك عميل عايز يعمل زرار لونه احمر محطوط في الحته دي هتعمله، ما خلاص ما مفيش جديد قوي يعني، مفيش ابداع. مفيش ابداع وانت مش مسؤول عن النتائج بشكل كبير، يعني في الاخر الابلكيشن ده لو فشل تمام يعني عارف ما حصلوش اي حاجه، ما فيش يعني مش هتاثر عليك في حاجه، انت خدت فلوسك ومشيت. فانا ما بحبش يعني اجين هو مش حاجه وحشه طبعا، هو في ناس شخصيتها ملائمه كلنا هنبني حاجات يعني، في ناس هتشتغل وفي ناس هتبني، ويعني الدنيا متنوعه. الدنيا متنوعه بالظبط. آم، فانا لا، انا كنت عايز ابني ابلكيشنز زي الحاجات اللي انا بشوفها دي. الميزه في تويتر ان انت بتقدر تفولو الناس اللي بتعمل الحاجات دي، وبتقدر تفولو الناس اللي بتستثمر في الحاجات دي. والصراحه طبعا عشان هم برضو ايه يعني المجتمعات الغربيه عموما بيبقى فيها حريه تعبير اكتر، فبتلاقي الناس اوبن عن حتى انهم يحكوا المشاكل والخناقات اللي حصلت ما بينهم، والقصص اللي حصلت، وازاي الحاجات حصلت للدرجه دي. وده بيبقى مهم، لان هو ده اللي بيأثر عليك الطريق، ان انت لما تعرف الناس التانية اخطائها كانت ايه، او ايه المشاكل اللي ظهرت لها، او ايه المشاكل اللي حصلت لها مع شركات تانية او كده. الموضوع ده بيعلمك كويس قوي. عشان كده انا بحب قوي الصراحه التيك هيستوري، بحب اقرا كتير قوي عن ايه اللي حصل، وازاي الدنيا دي، يعني احنا ازاي وصلنا للنهارده، يعني وبحب اقرا كتير في الموضوع ده ومن كذا جانب. فدي حاجه. والحاجه التانيه انه برضو من تويتر بتقدر تعرف، اصل هي الناس دي هي اللي بتصنع المستقبل. يعني انت لما بتفولو حد بينفست، حد من اكبر 5 6 شركات انفستمنت في العالم في مجال التك، ويقول ان هو انفستد في الشركه دي، اوكي غالبا يعني في احتمال كبير يبقى ده المستقبل. يعني مش شرط، الناس دي بتطلع غلط برضو، وساعات برضو يعني بيروحوا يرموا فلوس مثلا في كريبتو وما اعرفش ايه والهبل ده كله، بس بس هم يعني في حالات كتير هم بيبقوا صح. بيطلعوا صح. مظبوط. فعشان طيب دلوقتي بما انك جبت سيره تويتر من وجهه نظر البيلدينج النتورك، ما تيجي نشوف، انا مش عارف الناس الجين زي سلمى جنريشن بيبيلدوا النتورك ازاي اليومين دول. بتقول لنا كده يا سلمى، فين بنتعرف على ناس لو احنا قدك النهارده؟ I think Twitter is still dominant يعني. Twitter, اوكي Instagram is very important I think. يعني but اوكي I feel ironically nowadays it's more about the connections you have مع الناس in real life. يعني انت لازم تعرف ناس كتيرة to get somewhere far. يعني you need to know a lot of هي people. بقت popular في الجنريشن بتاعتكم ان الناس تبقى عندها اصحاب كتير كتير كتير، معارف في الحقيقه، مش بس فيرتشوالي يعني. I think it's important and it's coming up because for example I was looking for an internship this week and it was very hard and we needed a very a very specific connection to get somewhere and I wasn't online so I think it's important. بمناسبة النقطة اللي انت قلتيها دي، عشان دي نقطة مهمة برضو، وممكن اقول ان دي من الحاجات اللي يعني انا مبسوط انها عندي، لان بشوفها مشكلة عند ناس كتير. ميزة تويتر او حتى فيسبوك او كل الحاجات دي، ان انت ممكن تبعتي رسالة للشخص مباشرة. وانا في حاجات كتير حصلت لي عشان انا بعت لحد قلت له هاي انا مصطفى، انا طالب كذا كذا وعايز مساعدتك في كذا. والموضوع ده اعتقد انا بشوف احد المشاكل ان ناس كتير ما بتتكسف او بتخاف او بينما انا بشوفه ان انا لو طلبت حاجه من شخص ورفضها، انا ما خسرتش حاجه، او ما ردش برضو انا ما خسرتش حاجه، بس لو رد
او وافق الابسايد كبير جدا وممكن يغير حياه بني ادم. ف تعرف يا مصطفى، انا بشتغل سيلز، بشتغل سيلز في التكنولوجي. حلو جدا. من ضمن الحاجات اللي يتهيأ لي انه ما بنعلمهاش للناس اللي لسه طالعه جديد في الورك فورس، يعني انك ازاي تتعامل مع الريجكشن. يعني انت يعني عارف لما بتشتغل سيلز انت بتتعامل مع الريجكشن، هي جزء من الموضوع. انا طول النهار في حد بيقول لي لا. فانت لو انت قعدت، بحس ان في ناس كتير طالعه والله وكبار يا مصطفى، مش قادر يتقبل فكره انه هو بعت لحد وطنشه، او بعت لحد وقال له لا والله مش عايز. بحس انها يعني سكيل وبارت من الكاركتر المهم جدا انه الناس يتعودوا عليها من هم صغيرين، لان هي تخليك مرتاح اكتر شويه، هادي كده مع نفسك عادي، يعني الدنيا ما طارتش، وبتخليك تعمل بالظبط اللي انت قلته ده. هو اللي خسر اللي ما حاولش، اللي كسب هو اللي حاول وظبطت معاه، وعادي يعني ان شاء الله هتظبط بالظبط يعني. بالظبط. وحتى ستيف جوبز ليه فيديو حلو قوي عن الموضوع ده. يو كان سيرش، يعني لو حد كتب على يوتيوب ستيف جوبز فريكونسي كاونتر، فهو كان بيحكي قصه. اي ويل سبويل الفيديو. فهو كان بيحكي قصه ان هو عنده 16 سنه، راح جاب دليل التليفونات. كان زمان كل بيت ليه رقم تليفون، وارقام التليفونات دي كلها بتتنشر، بيبقى فيه دليل كده بتشتريه اول السنه في ارقام تليفونات البلد كلها. ف دي كانت حاجه احنا زمان. حابين نوضح ان مصطفى بيشرح لسلمى، انا ايوه عارف. بالظبط. لان ما كانش فيه موبايلات، وما كانش التليفونات البيت بتعرف تسجل رقم التليفون حتى، فما فيش اي حاجه. فانا لو عايز اوكي. اكلم علاء، الطريقه الوحيده اللي اجيب بيها رقمه ان انا اشتري الدليل ده في اول السنه، وهو في تليفونات الناس كلها اللي عندها تليفون في البلد. فستيف جوبز كان بيحكي قصه ان هو كان بيبني حاجه اسمها فريكونسي كاونتر. انا ما اعرفش ايه الفريكونسي كاونتر ده. المهم وراح ايه، كان ناقصه شويه اجزاء، يعني كان في حاجات محتاجها عشان يبني الجهاز ده. فراح فتح الدليل وجاب رقم هيوليت باكارد، اللي هو الراجل بتاع اتش بي، برينترز الاتش بي. فالراجل ده برده كان جنبهم في ستانفورد، كلهم في نفس المنطقه يعني. فراح جاب رقمه من دليل التليفونات واتصل. فقال له هاي، انا ستيف جوبز، انا طالب ومش عارف ايه، وانا بحاول ابني فريكونسي كاونتر ومحتاج كذا وكذا وكذا. قال له تعالى خده. فراح له واداله الحاجات، وراح مديله انترنشيب. قال له تعالى اتدرب عندي في الصيف. وهي دي الفكره، ان اغلب الناس ما بتسالش. هو كان ممكن فعلا يتصل، كان ممكن محدش يرد، كان ممكن يرد ويقول له لا مش عندي، او يقول له لا ما تجيش. بس في الاخر حصل له حاجه ما كانتش هتحصل لو ما كانش عمل كده. 100%. 100%. طيب احنا بما اننا انت معانا مصطفى وبنتكلم على التك بشكل عام، انا مش قادر اسيبك من غير ما اسالك على الفود تك. حلو قوي. احنا في اخر 10 سنين، خلينا نرجع شويه ايام ما انا كنت في الجامعه، كان الهوم ديليفري في مصر شغال، حاجه زي الفل، كله شغال. ويتهيألي احنا في مصر كنا من اوائل البلاد اللي عندنا اختراع الهوم ديليفري ده في الشرق الاوسط هنا. يعني انا لحد ما جيت دبي سنه 2013 كان اغلب المطاعم اصلا ما بتعملش ديليفري، وما كانش لسه الابس ظهرت ولا كل حاجه. وبعدين بوم رهيبه في الابس والدليفري والكلاود كيتشنز وكل الحاجات دي. هو ايه اللي حصل؟ يعني اشمعنى الاندستري دي، مع انه بس ملحوظه صغيره لما بتبدا تبص على الانكم بتاع الستيتمنتس بتاعت الشركات اللي شغاله في الفود ديليفري، هو تقريبا مفيش حد بيكسب. ما زالت يعني بير ملوش قرار من الانفستمنت اللي عماله تخش ومحدش بيكسب. هو فين الموضوع؟ اوكي. اوكي. هو ظاهره الفود ديليفري او الفود تك هي ظاهره ممتده، لان التجاره بدات تتحول اونلاين. حلو. يعني هو ما فيش فرق ما بين انك بتطلب اكل من ابلكيشن اكل، او انك بتطلب حاجه من امازون او سوق. مظبوط، تي شيرت مثلا. تي شيرت. ايوه. في الاخر اللي حصل مع الانترنت ان الناس ادركت اوكي احنا نقدر نوصل لملايين البني ادمين ونوصل لهم بسرعه. ومع بقى تطور الانفراستراكشر من انك تقدر تدفع اونلاين، انك تقدر الجي بي اس طبعا عمل طفره رهيبه، السمارت فونز، وان انا اقدر اعمل تراكنج ديفايسز. هو ده اللي فتح اوبر وتطبيقات التوصيل وكل الحاجات دي. ف ف فهو اللي حصل ان مع الانترنت ان التجاره عماله تنتقل اونلاين. احد الفيرتيكالز اللي بدات هي كمان تروح اونلاين هي ايه؟ الاكل. مظبوط.
الاكل هو من الحاجات اللي يعني من اكبر الاسواق في العالم، كل الناس بتاكل. يعني مش عارف، يعني لو هتسالني مين الزباين، كل الناس بتاكل. صح. فهو سوق عملاق جدا، يعني يمكن اكبر ماركت في الكره الارضيه هو الاكل. مش متاكد بس غالبا، يعني مش متخيل يمكن السلاح ولا حاجه، الله اعلم. لا السلاح ما يبقاش اكبر من الاكل، انا بقول لك يعني اوكي. يعني لا يعني هو كبير بس مش كل الناس تاكل، كل الناس تاكل. هم الاسواق العملاقه جدا. وفي وفي يعني حاجات كتير منه ممكن تتحول انها تبقى ديجيتال او تطلع اونلاين او الكلام ده كله. عشان هو بطبيعته اكبر سوق، فبيتضخ فيه استثمارات كتير جدا. والناس بتجرب حاجات كتير، بعضها بينجح وبعضها بيفشل. المثال اللي انت ذكرته تحديدا بتاع الفود ديليفري، اللي مثلا الانكم ان الشركات دي بتخسر والكلام ده كله. هو في الاخر مثلا لو هناخد اللي انت بتتكلم عليه ده، انت بتتكلم على الاون ديماند، ان انا بطلب الحاجه بتجيلي دلوقتي. صح. هو البيزنس ده بيبدا يميك سنس لما توصل لحجم عملاق، ان انت كبير قوي 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 قوي. واغلب الديماند بدا يتحول انه يبقى اونلاين. في الحاله دي بيبدا البيزنس ده يبقى بيعمل ارباح. ليه؟ اوكي. لان انت كل ما بتزود الاوردرات اللي بتجيلك، كل ما انت اللي هو بيسموه يوتيلايزيشن، اللي هو كل ما الطيارين اللي عندك ما بيبقوش فاضيين. صح. لان هو في الاخر انت بتخسر فلوس في البيزنس ده ليه؟ تكلفه التوصيل اعلى من والدعايه والاعلان. الدعايه والاعلان. تمام. هم دول اكتر حاجتين بياخدوا فلوس في بيزنس الاون ديماند. اوكي. فانت عشان فالناس كلها بتخسر من ايه؟ من الماركتنج، لان انا عشان اخلي سلمى اوردر تاني بديها ديسكاونت. فانا بخسر لما بدي ديسكاونت، صح؟ او اوفرز او كل الكلام ده. والحاجه الثانيه ان انا معين جيش طيارين. لو الناس دي قاعده فاضيه، فهو عداد بيعد تكلفه بس ما بيعدش صح. ما بيعدش انكم بالظبط. فعلشان كده هو البيزنس ده بيفضل يخسر مده طويله قوي 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 قوي، لحد ما يبدا يماتيريالايز في فكره ان انا اقدر اوصل ان اليوتيلايزيشن بتاع الطيار عالي جدا. ان انا اقدر اخلي نفس الطيار يوصل كذا اوردر مع بعض. ده بيحصل ليه؟ لان انت عايز تكنولوجي قويه توصل لك الاوردرز اللي بتتعمل في نفس الوقت من نفس المكان رايحه نفس الاريا بالظبط. وعايز ديماند عالي، لان لو مفيش ديماند وعايز ديماند عالي. فعلشان كده الموضوع بياخد وقت لحد ما يحصل النتورك افكت ده، وتبدا الدنيا تبقى ايه مربحه. والحقيقه يعني عشان برضو ايه طبعا هو انا يعني انا في الفود تيك، فانا برضو امبايز. بس هو انت لو فكرت فيها، هو ده نفس اللي حصل في امازون. اوكي. يعني امازون فضل سنين خساره لحد ما هو بقى المصدر لكل شيء. بالظبط، لان هو كان لازم يبني وير هاوسز بمليارات عشان يخزن فيها البضائع دي كلها، ويبني لوجيستكس نتورك بمليارات المليارات عشان يعرف يوصل لك الحاجه تاني يوم. اوكي. او قعد فتره كل الناس بتقول له هل ده will this ever work؟ يعني مستحيل. طب بصفتك قريب من الاندستري دي عشان اللي انت بتشتغل فيها، عايز اسالك حاجتين. الناس اللي بيضخوا فلوس في الشركات الفود تك، اللي هم يعني فور شور في سيز كبار وراهم ريسيرش محترم، شايفين انه النقطه دي جايه؟ هو انت اوريدي بتشوفها. يعني انت مثلا ديليفري هيرو مثلا من I think من كوارتر او 2 اعلنوا اوريدي ان في ان I think 2 او 3 ماركتس اوريدي بروفيتبل. ومثلا انا تحولوا لربحيه يعني. بالظبط ان هي بالظبط وصلوا للربحيه. ومثلا انا متاكد لان هم قالوا ده في كذا كوارتر ان الشرق الاوسط عندهم سوق بيعملوا فيه ارباح. صح. لان هم بقوا الدومينانت بلاير، هم بقوا يعني صح. خلاص هم اشتروا كل الناس، ما بقاش فاضل حد ما بالظبط. اوكي. طلبات هانجر ستيشن حتى زوماتو في الامارات اتباع لهم. صح. فهو طب انت قلت في الاول، بس عشان ننتهز فرصه ان احنا يعني انا دايما الموتو بتاع كل الدسكشنز ان احنا نعرف اكتر وننشر المعلومات. انت قلت اكسبريشن كده في الاول عن شركتك،
قلت ان هي هوم كيتس. ما تيجي نشرح كده للناس هو ايه الفرق ده من ان نطلب اكل جاهز؟ يعني ايه الهوم كيت وايه العادي؟ تمام. هو الحقيقه انا حتى بقول كده لشركائي الالمان وزمايلنا، بقول لهم احنا عندنا الكونسيبت ده في مصر من سنين طويله، ان عارف ساعات يبقى عندك عزومه كبيره، فتروح انت ايه تعرف ان في حد بيعمل اكل في البيت ويبيعه، فتروح ايه اه تتواصل معاها مثلا تقول لها ايه، طب انا عايزك تعملي لي حله ورق عنب وتبعتيها لي وانا هسويها. اوكي اوكي. رايت. اه احنا بنعمل نفس الكلام اه، ده كنتوا الفاين دايننج دول عايزين الناس تاخد كواليتي الاكل، فعايزين يسووه عندهم، تسويه عندك في البيت. بالظبط كده. هو ده اللي انا بعمله، بس مع اوكي الايه الهاي اند ريستورانتس، ان انا اوكي. مطعم. آم، خد بالك هو برضو عشان يعني دي من الحاجات اللي بتخلي يعني عشان توضح الكونسبت. في اوروبا اغلب الناس مش ساكنه في المدن الكبيره، صح. يعني دي طبيعه جغرافيه مختلفه خالص عن او ديموغرافيه مختلفه تماما عن بلادنا. احنا كلنا مثلا ساكنين حوالين النيل في مصر. فانت اه، انت السبربز هي اللي مليانه في اوروبا، عكس المدينه يعني. بالظبط. ففي اوروبا اغلب الناس اه ساكنه مش في السيتي الكبيره. ف فهم وهم ستيل برضو الناس دي يعني مش فقراء، هم عادي ومعاهم فلوس وعايزين ياكلوا اكل حلو وكل الكلام ده كله، لكن ما عندهمش حاجه توصل لهم، ما عندهمش اكسس للحاجات دي. ف فاللي احنا بنعمله ان احنا بن بارتنر مع المطاعم دي، ان هم اوكي انت نفسك في احلى معرفش طاجن معرفش ايه من مطعم ايه. في كتر الشامبيون من الراجل الميشلان ريستورانت اللي هناك ده. بالظبط. اه فانت اه. لو عايز تاكل الاكله دي هتسافر غالبا، فمش معقول انك هتسافر. فهو اللي بيحصل ان هو بالظبط هو بيحضرها وبيحطها في البوكس ده، وهي بتجيلك وهي ناقصها بس التسويه. طيب قبل ما نبدا نخلص الكونفرسيشن بتاعت الفود تك دي مصطفى، ونروح يعني الاخر بارت في الدسكشن بتاعتنا، نشوف سلمى كده عندها ايه افكار اراوند الجامعه، بما ان هي يعني المفروض اليومين دول بتقرر وتفكر هي ان شاء الله رايحه فين. لو انا interested قوي في الفود تك او في الفود تك in general، من قبل ما اخش الجامعه، يعني what am I supposed to do في الجامعه to ensure ان انا I get the best education for the food tech area. لازم تحاولي تلاقي فرصه سواء internship او شغل فيما له علاقه بالمجال. which مش شرط ده معناه انك تشتغلي في تيك كومباني او كده، ممكن ده يكون معناه انك اصلا تبقي في مطعم، تشتغلي في مطعم يعني تاخدي تدريب في مطعم. لان هو الواحد بيكتشف الفرص او بيبدا يفهم العالم ده عامل ازاي لما بيعيشه. فمش شرط انك ممكن تعيشيه لو لقيتي فرصه في شركه او كده، ده هيبقى مناسب جدا. او انك حتى تشوفي الناس نفسها اللي بتعمل اكل هم حياتهم عامله ازاي. فدي حاجه. والحاجه الثالثه ان الحقيقه ان مؤخرا في ريسورسز كتير اونلاين. بس انا دايما بقول ان يعني الحاجات اللي انا بحب اعملها وبنصح الناس كتير بيها، انك تدوري على الانفستورز اللي بينفستوا في مجال الاكل، وتشوفي هم دي انفستد في ايه، وتفتحي بقى كل الويب سايتس بتاعت الشركات دي وتشوفي ايه الافكار اللي بيعملوها، يعني هم ايه الافكار، هم عملوا ايه، و وتقارني يعني وتشوفي النجاحات يعني successes and failures، عارفه. وده هيساعدك كتير قوي تفهمي عن المجال. يعني احنا مثلا one of our investors اسمهم Atlantic Food Labs. وهم they just invest في شركات في الفود تك. فعندهم بقى حاجات انا نفسي ما كنتش اعرفها، يعني يقول لك بقى مثلا vertical farming. الزراعه فيها طبعا شقلباظات كتير قوي عشان نزود الانتاجيه بتاعه المحاصيل والكلام ده كله. مؤخرا مثلا استثمروا في شركه، وده فاجئني هم المان، استثمروا في شركه في المغرب بتوصل ما بين المزارعين والمصانع، او يعني عملوا ماركت بليس للمزارعين والناس اللي عايزه تشتري المنتجات من المزارعين. يعني حاجه بي تو بي، بس اتس ماركت بليس. واللي عملوا الفكره دي مثلا هم ناس كانوا اكس جوميا.
هم كانوا ناس كبار في جوميا، دايركتورز ومش عارف ايه، وبعدين هم قرروا يعملوا الايه الفكره دي في المغرب. طبعا في المانيا في استثمارات، او في الغرب في استثمارات كتير قوي في الاكل حوالين موضوع السستينابيليتي. ففي ناس بقى بتحاول تعمل بدائل قهوه تكون ما فيهاش المعاناه بتاعت القهوه من ضرر على البيئه وضرر على العماله والكلام ده كله. في ناس بتحاول تشتغل على طبعا اللحوم وكل المنتجات اللي هي الحيوانيه فيها ابحاث كتير قوي 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 عشان الناس تحاول تقلل استهلاكها يعني. وهكذا بقى. بس هو الموضوع فيه حاجات كتير قوي. فانا يعني رايي بجانب انك تشوفي ايه اللي بيحصل حواليكي وتفهمي ايه اللي بيحصل في المطعم، اللي بيحصل الشيفs بيفكروا ازاي، المنتجات بتوصل ازاي السوبر ماركت. يعني عمر حد فينا فكر في كده يعني. انا الكلام ده كله، وانك تتابعي الاستثمارات بتروح فين. وده بدايه من انك تشوفي مين الانفستورز اللي بينفستوا في الفود او الفود تيك، وتبداي تشوفي الشركات اللي هم استثمروا دي بتعمل ايه، ونزلي الابلكيشنز العبي بيها لو هي ليها ابلكيشن، وحاولي تفهمي اكتر يعني. طيب سؤالين المليون دولار كويشنز يا مصطفى. ده سؤال سلمى بتساله لي مع كل اول ما بنلاقي حد بيشتغل اي حاجه بنسال السؤال. اوكي. فالسؤال الاولاني من الاثنين هو كارير البرودكت مانجمنت ده كارير بنعمل فيه فلوس؟ اوضح من كده مفيش حقيقي. طب اشمعنى يعني ليه دي صريحه كده؟ قول لي اشمعنى فرقها ايه؟ طبعا ايش سؤال اضيف هو فيها فرق يعني من كارير برودكت مانجر من كارير ديفلوبر، ولا الاثنين بيعملوا فلوس؟ لا يعني في فرق بصراحه. يعني الديفلوبرز ستيل بيعملوا فلوس اكتر من البرودكت مانجرز عشان ابقى صريح. اوكي. بس هو ستيل البرودكت مانجرز بيدفع لهم فلوس كويسه قوي، ولما بتعلي في الرانك بيبقى عندك فرص اكتر انك تبداي يعني تمانجي حاجات بمرتبات اعلى بكتير، لان هم بيبقوا اقرب ناس من التك سايد للبزنس. وفي النهايه طبعا انت عارف اغلب الناس اللي بتعمل فلوس هم اللي بيديروا البيزنس مش اللي بيديروا التك. اخر سطر كود هو اخر مكان مش هتعمل فيه فلوس، من بعده بقى ان شاء الله الفلوس. بالظبط كده. فهو لو حد بيحب التك قوي يعني مش عايز يسيب التك وفي نفس الوقت عايز كده، فلا هو بيعمل فلوس كويسه جدا، مش احسن من الديفلوبرز بس كويسه جدا. وقدام بيبقى فيه فرص جامده جدا لانه شخص بيجمع ما بين التك والنون تك، فبيقدر يشتغل حاجات كتير مختلفه يعني، يدير منظمات مختلفه. اوكي. سؤال اخير مصطفى، ومش قصدي السؤال ده بجانب فلسفي يعني، بس هو انت كمصطفى عايز تسيب ايه وراك من كل اللي انت بتعمله في الكارير بتاع التكنولوجي؟ انا عايز هو ده اصلا الموتيف بتاعي، وده اللي خلاني اخد كل الخطوات اللي انا باخدها. انا في النهايه عايز ابني حاجه ناس كتير بتستعملها وبتعمل فلوس. مش هتكلم يعني. في ناس بقى تقول لك بقى، بس هي جزء من السكسس ماتريكس ان الحاجه دي لازم تكون بتعمل ارباح او سستينبل. صح؟ انت مش هتعمل حاجه يعني اوكي انا ممكن اعمل حاجه ناس كتير تستعملها، بس لو هي مش سستينبل يعني ما تقدرش تكمل لوحدها، ما لهاش لازمه يعني، هتموت. انا مصطفى اتشرفت جدا. انا على طول بقول الكلمتين دول مصطفى من الكام شخص اللي انا بحكي لاصدقائي اللي مش موجودين على تويتر عليهم كتير، فانا كل اصحابي عارفين انت بتعمل ايه. فيعني بجد والله العظيم انا مبسوط جدا ان انا فاينلي اتكلمنا مع بعض، وانت سكسس ستوري عظيمه، ربنا يكرمك وكيب جوينج. وزي ما كنت بكلمك في البريك في النص، ان شاء الله بنبقى مستنيين الفود ديليفري بتاع الفاين دايننج هنا في دبي، وهتلاقينا اكبر زباين، احنا بناكل بس. فلما تعوز اليوزر جروبس اللي هتعمل عليهم الاستاديز احنا اول اثنين. Thank you so much علاء. سلمى اي فاينل ثوتس يا سلمى؟ Thank you. I enjoyed the conversation very much. It was super interesting. Yeah, thank you so much. وانا اتبسطت يعني ان انت موجوده و I really like the conversations النهارده. Thank you so much. Thank you. شكرا جدا مصطفى، مع مع السلامه. السلامه.